صور إنسانية عدة صارت بهذا المكان اللي تم جمع تبرعات للشعب السوري المظلوم. يمكن نقلتها لكم من خلال لعابات أطفال ولعب، بس أغرب حالة اجتني النوب شنو؟ هي اجى شخص اسمه أبو علي حطاب، فقال أني أريد أتبرع بحطب، فجاب لي أكثر من 25 كيس حطب. استغربت، هواي حالات شفت، اللي يجيب لعابه، اللي يجيب دول، اللي يجيب كذا. فيا ابو علي انت ايش عجب جبت لي حطب؟ طبعا يحكي وياي ابو علي ويبكي. هسه اريد اعرف شنو السالفه، ما اعرف. قلت له سولف لي الله يخليك. قال لي سيد منير البارحه بالتلفزيون شفت طفله سوريه تبكي تقول الله يخليكم جيبوا لنا حطب متنا من البرد. صورة اللي ألمتني. يعني هاي الطفلة ما رادت لعبة ولا رادت لعابة ولا رادت نسلة ولا رادت غطا، رادت حطب. هذا الحطب يدفيها. والله العظيم فد شيء مؤلم. والرجل يقول ايش وقت يجي الصبح علي خاطر اجيب ذني. يعني قال انا هاي امكانيتي يعني 25. وعليكم السلام. فقال لي امانة الله ورسوله ذني يوصلا للشعب السوري بثواب الامام الحجة، ما اريد ليه. يعني شرد اقول لكم لاهل الكوت، اهل القيم والانسانية والكرم، ما وقفت تبرعاتكم عند حد. يعني اعجز عن وصف اللي يتبرع بنيشان وبلعابه وتكرمون حذاء الطفل وبحليب وكذا، وصلت لهاي الحد. اني اقول اشكر الله سبحانه وتعالى اللي خلق هاي الرحمه بيناتنا. ارجع واقول الغيره مملوحه بعراقيتنا. اشكرك ابو علي واشكر كل متبرع ساهم بالتبرعات. اسال الله ان يوفق الجميع، وان شاء الله هذه الامانه توصل للمستحقيه، وباذن الله الشعب السوري يعبر هاي الازمه طالما موجودين ناس اخيار بواسط لا وبالعراق بشكل عام. تحياتي لكم.